الطبيب لا يمكن بدون كلية العلوم، المهندس، الزراعة، أي عمل القاطرة بتاعت كلية العلوم. انت جيت كلية العلوم، ربنا حطك في كلية العلوم ففتح لك ابواب العلم من اوسع الابواب، وطالما ربنا حطك في كلية العلوم فانت صالح ان تكون عالما، لان كلية العلوم هي لما تشوف كلمة ساينس جاي منها كلمة ساينتست، وساينتست يعني عالم، اذا كلية العلوم خريجها هو عالم، وربنا حطك في طريق فتح لك باب العلم، وربنا حطك هنا عشان لك دور، ولابد ان لا تتخلى عن دورك، ودورك ان تتعلم وتحصل العلم وتحط في ذهنك ان تكون عالما. ربنا حطك واداك فرصة أن تكون عالما. إزاي؟ بالعمل الدؤوب، بالمذاكرة، بتحصيل العلم، بمصاحبة أساتذتك، اطلب العلم، فأنت في مصف العلماء، يعني أنت ربنا فتح لك أن تكون عالما أو لا، أنت اللي هتختار. ما تقوليش بقى أنا جيت الكلية دي بالصدفة، بشوف حاجات كتيرة مكتوبة على الفيس، أنا جيت بالصدفة، أنا زعلان من الكلية دي مالهاش مستقبل، لا الكلية دي لها مستقبل، الكلية دي هي عبارة عن البيسك ساينس، أي علم في الدنيا مبني على كلية العلوم. بص أنا هقول لك، هنضرب لك مثال، أبنائي الأعزاء أضرب لكم مثال. هو أنا لما أكون عندي دخلت مطعم كويس كده وفي شيف جيد كده ممتاز بيعمل وجبات حلوه، اللي قدمها لي مين؟ اللي قدمها لي اللي هو الراجل اللي هو الجرسون، انا بشكر مين؟ بشكر الجرسون، خلاص. انما مين اللي عمل الطبخه ديت؟ الشيف اللي جوه. فانت الطبيب لا يمكن بدون كليه العلوم، المهندس، الزراعه، اي عمل القاطره بتاعت كليه العلوم، بس انت اللي ما بتقدمش الخدمه في الاخر. الطبيب بياخد منك وهو اللي بيقدم، هو اللي بيتشكر، المهندس بياخد منك هو اللي بيقدم، هو اللي بيتشكر. فانت قاطره العلم، وبدون العلوم الاساسيه لا يوجد هناك علم ولا هناك تقدم في العلم. ولو بصيت لأي دولة متقدمة هتجدها متقدمة في العلوم، وخاصة الرياضيات والفيزياء والكيمياء وجميع العلوم الأساسية. فالعلوم الأساسية هي قاطرة العلم، وهي بدونها وليس هناك تقدم ولا تكنولوجيا ولا أي تقدم علمي هنشوف. دي نقطة بقول لك عليها، وربنا حطك في كلية العلوم، إذا ليك دور لا تتخلى عن دورك. لو تخليت عن دورك أنت كده سبت دورك، ودورك لو سبته هيحصل خلل، وخلل هيحاسبك عليه ربنا. فلازم تمسك بدورك. دورك ايه؟ ان اكون عالما. حتى لو كنت مش عالم، ما وصلتش العالم، تبقى كيميائي، تبقى جيولوجي، تبقى بيولوجيست، تبقى فيزيست، تبقى اي حاجه، هتبدا تقدم الدور بتاعك في المكان اللي هتشتغل فيه برضه في صوره عالم. فلازم خد دي في اعتبارك، وافخر بنفسك، واسعد بنفسك، واعمل نفسك ان انت عالم. ولو حطيت دي في ذهنك وتصرفت كانك عالم ان شاء الله هتكون عالم. واوعى تتخلى عن انك في كليه العلوم يعني ساينتست. هذا جانب علشان الطلبة يكون عارف دوره في كلية ايه. اولا من الناحية الدينية، ومن ناحية الحياة انت عالم ودخلت كلية العلماء، كلية العظماء العلماء. ولو بصيت دايما هتجد اللي واخدين جائزة نوبل معظمهم هتلاقيهم من خريج كلية العلوم. هتجد زي الدكتور امين ما قال لكم في حلقة انا شفتها، ان قال لكم لما تبصوا اللي واخدين نوبل في الطب 2 في الطب والباقي كلهم قسم علم الحيوان، كلية العلوم. اذا كلية العلوم هي القاطرة، وهي دايما اللي بتحدث التقدم العلمي في اي مكان. فلك ان تفخر ان انت في كلية العلوم. دي ناحية. الناحية الثانية علشان أكون عالم كويس، أنا خلاص قررت أكون عالم، طب أعمل إيه؟ يبقى اللي أنا أعمله المفروض إن أنا أحضر محاضراتي، أفهم، أتعامل مع أستاذي وأقرب منه، أسأله ولا أخجل، أحضر محاضراتي. أهم شيء حضور المحاضرات والالتزام والمذاكرة أول بأول. كنا زمان بنعرف الطلبة بالاسم وعارف مستواه، العملية النهاردة أصبحت إن أنا بدل محاضرة وأمشي، بقى الطالب في وادي ونحن في وادي. احنا عايزين نقرب من بعض. نقربها ازاي؟ هتيجي منك انت، وانت لو ما لقيتش اقبال من الاستاذ لا هتلاقي ان شاء الله اقبال من الاستاذ، وهتلاقي منه استعداد ان يقربك منه، ولما يقربك منه هتقدر تستفاد منه، ولما تستفاد منه هتبقى احسن منه. وده اللي احنا نسعى اليه. انا عايز منتج احسن مني، ولو ما كانش انت احسن مني يبقى انا فشلت فشل فعلا. يا لازم اللي جاي يكون احسن من اللي رايح، مش يبقى اللي جاي بنقول ده احنا كان عندنا لغايه امتى؟ كان عندنا مصطفى مشرفة، وعندنا الدكتور فاروق الباز، وعندنا الدكتور سيد مصطفى السيد، وعند الدكتور احمد زويل، وكلهم عظماء، وفي مصر مليانه عظماء وكانوا بشوات. احنا عايزين نرجع لهذا الزمن ونرجع لصدارتنا العلميه، ولن يكون الا
الله بكم، أنتم المستقبل ونحن الماضي، فاستفيدوا بالماضي علشان توصلوا لمستقبل سعيد. دي نقطة. فيبقى الحضور مهم جدا. في نقطة برضو أنا مش عارف هي موجودة دلوقتي، ولكن كنا زمان بنعمل أسر. الأسر دي كانت بتجمع الأساتذة مع الطلاب على مائدة واحدة، يتحدثون عن مشاكل التعليم والتعلم، وممكن أشوف الموهوب ومش من الموهوب فيكم، ونتبنى الموهوبين ونساعد اللي هم مش موهوبين، يعني بحيث يبقى بنتبنى الوحش عشان يبقى كويس، مش بنتمنى الكويس عشان يبقى وحش كما يقال عننا.